برحب بحضراتكم مشاهدينا في شباب الفقرة الثانية زي ما قلت لحضراتكم. أحمد شبوكشي. أحمد شبوكشي مغني راب اختاره بإرادته والله. انتشرت الحكاية في مصر والوطن العربي تقريبا، طبعا مصر أكتر، في أكتر من صوت راب. أحمد متميز من بين الأصوات دي وأكد نفسه خاصة على قناته على اليوتيوب. زي ما قلت لحضراتكم 5 مليون زائر تقريبا بيدخلوا بيتفرجوا، وبيعمل حفلات متحققة انما انا شفت جماهير كتيرة يعني بالالاف متفاعلين جدا، طبقات غير كتيرة من الشعب متفاعلة مع الراب. انا شخصيا مستغرب سنة، يعني انا شخصيا قديم شوية وذوقي قديم، احب الغنى العربي والموسيقى العربية، لكن احمد جيل مختلف تماما، بيمثل جيل من الشباب، جيل الثورة، جيل الشباب، جيل كرة القدم والالتراس، له متابعين كتار جدا. درس الثانوية هناك في الكويت، وجه هنا في أكاديمية السادات درس إدارة أعمال من 2006. باباه بيشجعه تماما وناقد كبير ليه. هسيبه بابا يتكلم شوية. ازيك يا أحمد؟ الحمد لله تمام. ايه الأخبار؟ تمام الحمد لله تمام. ايه حكاية الراب دي بقى؟ راب بقى في كل حتة. الدنيا باظت. احكي لي صحيح. هو الراب أساسا بيتكلم عن حياة الناس كلها، بيتكلم عن حياة البشر. يعني أي حاجة أنت ممكن تكون حاسسها ممكن وأنت بتسمع أغنية راب تلاقيها فيها. بس فهو بيلمس الناس أكتر من أي نوع من أنواع أغاني تانية، يعني غير بحبك وبتحبيني والكلام ده خالص. طب ما هو في الراب ما ينفعش تقول بحبك؟ ممكن، بس مش هيبقى هو السيد، مش 14 أغنية في ألبوم كله بحبك وبتحبيني. أظن أنا سمعت حد برضه بينقد البنت. هو قايم على النقد اللاذع السنة، هو قايم على النقد طبعا مش كله، مسحة كوميدية شوية طبعا حاصله اكيد. يعني انا شفت ناس بتضحك وانت بتغني، متفاعلين مع الجمل اللي انت بتقولها. اكيد جنب الانبساط، يعني هو طبعا لازم لما توصل لمرحله انك عندك اغاني كتير، لما تطلع تغني في حفله او في غيره يكون عندك اغاني هادفه واغاني ثوره واغاني كوميدي عشان الناس تحب الفن بتاعك. انت دلوقتي بتحاول توصل للناس الفن بتاعك، لان فن الراب زي ما انت قلت هو لسه جديد، فانت لازم توصل للناس كلها، تعرفهم يعني ايه راب، ما تحصروش في حته واحده بس. تخلي اللي بيسمع ثوره يسمعك، واللي بيسمع كوميدي يسمعك، واللي بيسمع غيره يسمعك. هو لازم يبقى مونولوج، يعني هو البطل واحد، هو غالبا هو اللي بيلحن، هو اللي بيألف، هو اللي بيكتب الكلمات، وهو اللي بيسجل وبيهندس الصوت. شغل سحري كده في اوضه وفجاه تطلع بالفيلم. طبعا اللي هو يعني بص، هو اكتر الرابرز يعني باقل امكانيات بيطلعوا اعلى كواليتي. طب احكي لي كده عن امكانياتك انت شخصيه مثلا. في ناس عندها استوديوهات مصغره طبعا انا عندي استوديو، عندي استوديو مصغر، يعني استوديو عادي جدا، لابتوب وميكروفون ستاندر وبس، هو اللي بعمل عليه كل حاجه، حتى الاغاني اللي بتنزل سواء في راديو او في تلفزيون او غيره متسجله من اوضتي. طب جنب حبك للفن بشكل عام، يعني مش هنقول الطرب العربي او غيره، لكن انت الحاله الفنيه بتوصلها طبعا. محتاج ايه ادوات؟ يعني انت قلت لازم تكون متبحر شويه في علم البرمجيات طبعا بشكل عام، ولازم تكون مثقف، لان يكون معاك لغه شويه علشان تسمع غربي ممكن، بس اهم حاجه انك تكون مثقف عشان تكون ملم بكل حاجه. انت لازم لما انت بتغني اغنيه بتوصل للناس هدف، بتوصل للناس حاجه، فما ينفعش تكون غير مثقف وتغني اغنيه تكتب ليركس كلمات مالهاش معنى، فالناس مش هتستفيد منك. لازم تكون مثقف. طب والثقافه غالبا بتبقى ثقافه الواقع الآني ولا طبعا ثقافه انت تكون متابع الدنيا كلها ماشيه ازاي. المتابعه طيب يعني هو المتابعه تحرمك من موروثك الشعبي مثلا او الغنائي او غيره. علاقتك ايه بالقديم مثلا؟ علاقتي ايه بالقديم؟ ماليش اي علاقه بالقديم خالص. قول ما تقلقش. ماليش اي علاقه بالقديم. بس انا عرفت منك ان انت سمعت قديم طبعا، بس يعني مش سميع قديم يعني. مش سميع، لا لكن لا ودنك مر عليها. طبعا اكيد، عبد الحليم وغيره طبعا. طب انت كشاب مثلا في العشرين متبني تراك مزيكا خاص جدا اللي هو الراب، ومنشأه الغرب في الاساس، لكن انت كشاب لو حبيت تعمل قراءة نقدية كده للتراث العربي الغنائي او الموسيقي، شايفهم ازاي؟ لا هو قول هو مش فكره نقد، هو الفكره ان كل زمن وليه وقته. يعني ايام ام كلثوم كانت مثلا الناس بتقعد تسمع 3 ساعات اغنيه ما بتزهقش. دلوقتي الناس بتسمع اغنيه 5 دقائق بتقفلها، بتزهق. فلازم انك توصل للناس. استنى متحفظ على كلمه بتزهق دي، لانه الى الان في حفلات ام كلثوم على بعض القنوات، طبعا منها القنوات التلفزيون المصري بيذاعها. لا عشان دي ام كلثوم. الناس بتقعد، يعني عايز اقول لك ان في طبقات طبعا يعني اذواق في المجتمع مختلفه ومتباينه. الراب له جمهوره، وكمان ام كلثوم الى الان لا ده طبيعي طبعا ليها جمهورها طبعا اكيد، بس انا قصدي عشان دي ام كلثوم. اما الغنى القديم نفسه يعني مع الوقت كل حاجه بتتطور، فحتى الغنى بيتطور.
التكنولوجيا بتتطور، كل حاجه بتتطور. طب ايه الالات اللي انت يعني بتبقى مصاحبه معاك في الغناء؟ ما بيبقاش طبعا فيه هي آلات افتراضية على أكترها الكمبيوتر آلات يعني. افتراضية بس يعني كآلات على أرض الواقع. الدرامز طبعا مهم جدا، ممكن إلكتريك جيتار، حاجات كتير طبعا يعني، أكتر من توزيع، أكتر من لحن بيدخل فيه كل الكلام ده. هو انت يعني انت قلت الالكتريك بالتحديد، لكن الجيتار الكلاسيك بيدخل شويه طبعا. بس انا عايز اقول ان في نبره التمرد على السائد واضحه في الراب، اللي هو انا هعمل حاجه مختلفه واسمعوني اكيد هتحبوني. حلو، بس ده برضو لا يمنع ان ممكن ادخل عود في اغنيه راب، ده لا يمنع كده. حصلت في الجزائر والمغرب وحصلت في مصر يعني، حصلت في مصر. حصل، بس يعني ده انا اسمي احمد وانا مصري وانا بغني راب عربي. طيب علاقه كل ده. انا اتكلمت قبل كده في علاقه الراب بالراي، يعني الراي شويه منتشر في الغرب، في افريقيا والمغرب العربي يعني والراي دخل دلوقتي كمان، فهل في ناس انت بتعرف تعمل ميكس ما بينهم؟ يعني خلط ما بين انا بعرف اعمل اثنين، بس انا ليا تخصص واحد هو الراب، وزي ما بقول لك صاحب بالين كداب يعني. هو الفكره ان انا يعني في طريقه معينه بتاعت غنى الواحد بيكون ماشي عليها، عشان ما ينفعش الواحد يحس ان هو حد وقع يعني، في زي تيمه معينه. انت لما بتسمع حاجه واحد بيقول فجاه منعم صوته فوقع، ما ينفعش. فهي دي الطريقه يعني، هي زي تيمه ماشيه معينه. طب البطل هنا ايه يا احمد؟ يعني مثلا اللي بيغني هو البطل. اللي بيغني صح؟ اللي بيغني هو البطل. المزيكا عامل مساعد. تمام. المزيكا عامل مساعد، اللي بيغني هو البطل يعني. ممكن على لحن او على توزيعه معينه او لحن معين، بيت واحد يغني ب5 أو 6 طرق. طيب واحد ودنه دلوقتي كلها ليلى مراد، نجاة، قنديل، غيره، هيقول لك فين المزيكا اللي في المساله دي؟ لا رد واجه. لا، ما هو الفكره طبيعي. لا، هو الفكره احنا مش بنتكلم هنا في مزيكا، احنا بنتكلم في فن هادف، فن بيوصل رساله. زي ما قلت لك يعني، بدل ما بنقعد نسمع اغنيه 5 دقائق او 6 دقائق ما بنستفدش منها حاجه، تعال اسمع اغنيه من الاغاني بتاعتي 2 أو 3 دقائق، هتفهم منهم رساله، هتفهم منهم قصه. بس هي دي الفكره من الراب اساسا. اهم حاجه في الراب الكلمات مش اللحن. يعني هو البيت طبعا عامل مساعد ان هو بينطط الناس ويخليهم. طب الاداء التمثيلي على المسرح في الحفلات اللايف يعني اللي هي الحيه تماما وقدام الجمهور، انت بتساعد ادائك باداءات متعدده يعني، منها الحركه، منها طبعا تروح الجمهور ترجع حاجات تعمل جذب. طبعا هو الواحد بيكون على الستيج بينسى اساسا كل حاجه. بتبقى يعني مستغرق في الحاله اللي انت بتعملها، في اللي جوه، في الغنى بتاعه، غير كده مفيش. طب افرض حد جه قال لك انا معايا كلام اهو غنيه. لا، ما بعملش كده، انا بكتب اللي انا حاسه. هتبقى حصري كله غنى، الحان، اداء؟ لا، اهم حاجه هو غنى واداء يعني، كلمات واداء. ممكن حد يوزع لي يعني. طب ممكن حد يوزع لي. هتختبر نفسك ازاي يعني؟ عايز اقول انت المؤشر بتاعك مؤشر النجاح جمهور. طالما في استجابه خلاص، في فرحه، في زائرين على على الانترنت بالنسبه لك. مش بس زائرين يعني، ان يكون في كومنتس او في تعليقات بتبين لك ان انت عليت. يعني انت من اغنيه لاغنيه لازم تشوف رد فعل الناس. طيب علشان برضو الوقت ضيق، انا حابب اسمعك لانه الناس حابه تعرف يعني ايه مغني راب وبيقدم ايه. انت مفسر قوي في كلامك، بعكس بعض المطربين اللي بيغنوا راب طبعا بياكلوا الجمله كده وتبقى قاعد ودنك. للاسف بيقلدوا الاجانب يعني، بيقلد الاجانب قوي. بس انا بما اني بغني راب عربي، فانا بغني للعرب، للمصريين، وبالتالي لازم يفهموني طبعا. ولا بتهرب ليه من صوت الراب وبتهرب ليه من اصل صوت الراب دي محتاجه مزيكا، وزي ما انت شايف هم تقريبا خذلونا هناك، ما حدش جاب لنا مزيكا بعد ما قالوا لي ادخل وظبطوا لي الصوت عليا. هناك في طيب ماشي تمام. شيل بوستراتك. الاغنيه دي كانت معموله عشان في وقت كان في دكتور حازم ابو اسماعيل، كانت بوستراته كتير جدا يعني، كان ممكن واحد يصحى من النوم يلاقي على السرير جنبه البوستر بتاعه. انت طبعا هي مرتبطه بحدث. هي انا هكلمك كده بعد ما تخلص، بس وهي ناقده لموضوع البوسترات بس مش لدكتور حازم ابو اسماعيل نفسه. تمام اكيد. لا هو انا بحترم دكتور حازم ابو اسماعيل، بحترمه جدا يعني، ما بتكلمش في الموضوع ده ابدا. احنا طبعا بنتكلم في الاساس على بنتكلم على نوعيه الفن اللي انت بتقدمه، وايه الموضوعات اللي انت بتختارها تقدمها. الشارع كله كان بيتكلم على حوار البوسترات يعني. عارف القهوه اللي بقعد عليها بلاقي البوستر. انا مره كان عندي حفله في جامعه المنصوره، فرحت لقيتهم حاطين صورتي ورا، قلت لهم انا كنت فاكر هلاقي صوره حازم. احمد شبوكشي، انت تجاوزت مساله الجامعه والغنى جوه الجامعه والشله الضيقه وخلاص انتشرت ووصلت للحفلات، وانا عرفت منك انه في الفتره الجايه هيبقى في مجموعه حفلات متنوعه. بتراعي في كل حفله ان انت تجهز اغنيه او اتنين وشو معين، عشان لازم الناس ما تزهقش منك.
الناس اللي بتحبك لو شافتك زي ما انت كل مره هتزهق منك. طب في غرفه التحكم اللي هو الاستوديو الصغير اللاب وغيره السماعه او المايك بتاعك، بتشرك مين معاك في القعده دي؟ لا هو ما فيش حد، انا ما بشاركش حد معايا. انا اللي بعمل كل حاجه. خد راي الناس برضه يعني. لا انا متعود دايما ان انا اعمل كده. ممكن اخويا او حسام اللي هو المانجر بتاعي. تمام. او في واحد اسمه دي جي ميلودي، الراجل ده اخر فتره بقى هو اللي بيوزع لي الالحان بتاعتي، بقى هو اللي يعملها لي. انت قلت حسام المانجر ده؟ حسام أرجع. اللي هو مدير الاعمال او اللي بينسق الحفلات. اللي بينسق الحفلات وبيتفق على الحفلات، والناس بتيجي تتفق معاه، يعني اي حد عاوزني في حفله بيروح يكلمه هو. تمام. بس طيب جميل. هسمع حاجه اخيره لان الوقت تقريبا نسمع حاجه اخيره. تمام، نسمع ما تستسلمش. يلا اتفضل. الاغنيه دي كانت معموله يعني لاي واحد يئس، لاي واحد زهق من حياته. احمد الشبوكشي في اخر اغنيه ليه في الفقره دي اسمها ما تستسلمش. ما تستسلمش. هو مش هيستسلم لكن انا هستسلم خلاص، الوقت خلص. هسيبكم معاه واشوفكم على خير. تمام. بلاش بحياتك تعمل حد، ما تخافش من اي حد، خليك سد خليك اسد، اعمل كل حاجه بجد، حياتك لوحه لون فيها بايدك. ما تفكرش تعتمد على حد عشان ما حدش هيفيدك، فكر وتعلم وتكلم واعرف ازاي تعيش، دبر تتألم بس حلمك ما يمشيش، ما تقولش انا ما فيش، قول انا دايما عندي، بلاش تستسلم عيش راجل صلب بقلب جندي. بس كده. بقلب المكان انا، بقلب الميزان انا، بجنن الناس وانا ما كملتش 20 سنة، انا هدفي الوحيد الناس، شباب بنات يقولوا بقلب صوتهم الشبوكشي، انا بهاجم بتهاجم مستعد بكسر جماجم، عشان الراب صوته يعلى يوصل نضيف وسالم، ما دام الشبوكشي